حلوين، عاملين ايه؟ طبعا النهارده اول مره اطلع وانا بالفعل عامله حاجه على الكاميرا، بس عشان النهارده هوريكم طريقه حلوه قوي للشكل ده. لو انتي مش بتعرفي تعملي صنبوله وفي نفس الوقت الضفيره بتاعتك بالشكل ده ورفيعه زي كده وخفيفه، تعالي هوريكي طريقه هتخليها شكلها احلى بكتير والطف كمان. هنبتدي نقسم شعرنا، لو عايزين يعني هنعمل ضفيرتين على الجنب، فهنقسم شعرنا بالشكل ده. بناخد بقى خصله من الناحيه دي كده، وبعدين ناخد معاها واحده تانية نلفها عليها، تمام كده. وبعدين ناخد واحده تانية تاني كده ونلفها تاني، ناخد واحده تانية كده نلفها تاني، ناخد واحده كده ونلفها تاني كده. طبعا بنفضل مكملين كده لحد ما تخلص خالص. بننتهي بقى بان هي بتبقى 3 صغيرين. بنبتدي بقى نعمل الضفيره بتاعتنا العاديه خالص، تمام، بس دي بيبقى شكلها احلى بكتير. تمام هنكملها كده. لو ممكن لو لاطفال نحط التوك او الاساتك تبقى ملونه، يبقى تبقى لطيفه قوي. لو لينا وشعرنا اسود هتبقى برضو التوكه سودا، هتبقى حلوه قوي. تمام، هنعمل الناحيه التانية نفس الكلام. تكملة بقى لسلسلة الضفاير اللي شكلها كبير، تعالوا اوريكم ضفيرة واحدة شكلها اكبر من حجمها بكتير وبطريقة لطيفة قوي. هنقسم شعرنا ل3 اجزاء من ورا. هنعمل بقى دي الحصان بفوليوم من ورا، هنرفعه قوي. تمام، هوريكم بقى من ورا هنعملها ازاي، يلا بينا. بس بعد ما قسمنا شعرنا ل3 اجزاء هنعمل دي الحصان كده بالشكل ده كده. تمام، نربطه كويس قوي. تمام، ونجيب الناحية دي، طبعا نتأكد انها شكلها مظبوط من قدام. نفس الفكرة الناحية التانية، نبتدي ان احنا نعملهم كروس كده من ورا. تمام، نشد جامد فوق ديل الحصان، نعملهم ديل فوق ديل الحصان هنا كده، ونبتدي نضفر كده. نكون خلصنا. لطيفة قوي وسهلة جدا جدا جدا، وبتدي شكل. بس طبعا ممكن نوسعها كمان كده عشان تدينا فوليوم اكتر كده بالشكل ده. وبكده نكون خلصنا.